يا أهلا وسهلا بالحلوين، وحشتوني كتير. اللي ما يعرفنيش أنا فاطمة ودي قناة أفكار. في الفيديو بتاعنا هنعمل مع بعض الكيكة اللي انتوا شايفينها ديت هشة وجميلة، كيكة الخلاط. بجد سهلة قوي، هتقومي تنفذيها حالا. تاني حاجة هنعمل اوريكم بوكس رمضان، الكرتونة بتاعت رمضان، وهتشوفوا ايه اللي جواها معايا. واخر حاجة هننضف اوضة النوم سوا. وبس كده، يلا بقى نعمل الكيكة بتاعتنا. انا بحب اجيب اللي هو الهوت شوكليت دوت، بحطه مكان دقيق، كوباية منه وكمان كوباية ونص دقيق. يعني لو انتي مش عندك الهوت شوكليت دوت عادي جدا، ممكن تستبدليه بدقيق عادي. هتحطي كوبايتين ونص دقيق، ومعلقة معلقتين. عاوزة بقى الكيكة بالشوكولاتة او كده تحطي معلقتين كاكاو عادي جدا. يعني انا زودت كمان معلقة كاكاو عشان بحبها غامقة شوية. بس هو الهوت شوكليت دوت يعني بيديها طعم حلو كأنها جاهزة كده. وبس هنجيب بقى الخلاط بتاعنا القمر ده، وهنحط بقى المكونات كلها في الخلاط. بجد كيكة سهلة جدا وهتقومي تنفذيها حالا. انا حبيت احط 3 بيضات. لو انتي مش بتحبي البيض ممكن تستكفي باتنين بس. يعني ما تصعبوش الدنيا على نفسكم يعني، وهتتعمل وهتبقى زي الفل. بس انا بحب ايه اخلي القيمة الغذائية يعني عالية يعني. وهنحط انا حطيت نص كوباية سكر. انتي لو انتي بتحبيها مسكر شوية ممكن 3/4 كوباية سكر عادي جدا. ونص كوباية سمنة على زيت. انا كمان هكتب المقادير في الكومنتات تحت لو حد عاوز يروح يشوفها عادي جدا. بصوا بتبقى هشة جدا وخفيفة جدا. انا طبعا هنا جيت حطيت اللبن، وقع مني عادي جدا. هنيأس؟ لا هنكمل عادي. بس كده. بصوا قوامها بيبقى خفيف كده ازاي. انا حطيت قد ايه لبن؟ نص كوبايه لبن، قصدي 3/4 كوبايه لبن. وبتشوفيها يبقى نفس القوام ده بالظبط. هنجيب بقى الفايركس بتاعنا او الصينيه الالومنيا، اي حاجه عندك. هدهنها كده سمنه، وصبينا الخليط بتاعنا القمر كده. وبس. بصوا هتاكلوا احلى كيكه. اهم حاجه وانتي بتقلبيها، انا المقطع بس بتاع ان انا بقلبها دوت حذف من عندي بس مش هيأس برضه هنزلها. بس فقلت ايه بتقلبي في اتجاه واحد. هنحطها بقى في الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180. بصوا طلعت، يعني يا ريت تطلع كده بسرعة، هي بتاخد نص ساعة. بتحطي كده اي خلة، بصي بتطلع هشة وجميلة كده. انا حطيتها 35 دقيقة فاتحرقت مني سيكة تحت كده. بس انا بحبها محروقة عادي جدا يعني، مش محروقة، هي اتلسعت بس سيكة كده يعني. بس فهنحط ايه بقى هنا. انا يعني ايه، بعد ما تعملي الكيكة ممكن تدي لجيرانك طبق. انا اديت لحماتي طبق، لمامتك طبق، لاختك طبق، يعني ايه. بتبقى حلوة قوي لما تشاركي الحاجة اللي انتي عملتيها مع اي حد، وبيبقى خير برضو وكده وثواب وكده يعني. بس زي ما انتوا شايفين كده الكيكة بنحفظها في ايه، لما بتبقى منها بنحفظها في اي علبة تلاجة. لو احنا في الحر بنحطها في التلاجة عادي، ونطلع نسخن في الميكرويف او في الفرن عادي. بتبقى زي الفل يعني. لو هي كده. بصوا لو الدنيا ساقعة يعني بنحطها في المطبخ عادي، بس بنحفظها بس في علبة التلاجة. البوكس بتاعنا القمر. ده بوكس رمضان. انا اتفاجئت الصراحة، هو بوكس خشب كده شكله شيك قوي بجد يعني. يعني انا كنت مبهورة بجد، يعني اللي هو حلو قوي. يا جماعة ما ينفعش. انا بصي انا شلت كل حاجة من جواه كده، واحتفظت بالبوكس كده في مكان لوحده كده. بس بجد ده الحاجات اللي جواه حلوة قوي. و زي ما انتوا شايفين يعني هنشوفها سوا بقى مع بعض. اول حاجة بقى كده ده تمر. طبعا بقى انا عمالة بقول لجوزي فين يا جماعة، فين الزيت والسكر؟ السمنة فين؟ كيس الصلصة. قعدت اقول له كده فين الحاجات دي، قال لي اسكتي اسكتي انت هتشوفي دلوقتي وهتتبهري. بس اول حاجة بقى التمر. الأكياس شيك قوي بجد. ده جوز هند. كل حاجة كانت ربع كيلو، بس بجد الحاجات شيك قوي. آه البوكس نفسه اصلا تحفة، يعني انا عجبني قوي الباكجينج بتاعهم، تحفة. ف زي ما انتوا شايفين كده عين جمل.
لوز، وده كاجو، قمر الدين طبعا. عمالة اقول لجوزي بقى انا اول حاجة لازم اصورها هي محدش هيفتحها الا انا وقدام الكاميرا، معليش دعوة، عشان اصورها لفانزاتي حبايبي. بيقول لي هو انت عندك قد ايه اصلا؟ قلت له 590. فقال لي انت لسه ما كملتيش الألف، فقلت له ايوه ان شاء الله هيجي، وانا عامله تحدي آه آه هنخلص رمضان كده وان شاء الله يكون تمنا الألف. فما تكسفونيش بقى، ها يا جماعة، يلا بقى كل اللي يشوف الفيديو دوت ويشوف البوكس دوت يعمل لايك ويعمل اشتراك، وما تبخلوش عليا يا جماعة. يعني انا ما ببخلش عليكم بحاجة خالص والله، كيكة وعملنا وتنظيفات وعملنا وبوكسات وفتحنا والله. بس كده. فزي ما انتم شايفين كده البوكس شكله شيك قوي، والحاجات شكلها تحفة. وزي ما انتم شايفين برضو كان فيها برضو قمر الدين وقراصيا ومشمشية وبندق وكل حاجة، بجد البوكس تحفة. يلا سوا نعمل الفيلم مع بعض كده لكذا حاجة، واستنوا في اخر الفيديو ننضف اوضة النوم سوا عشان تتشجعوا وتقوموا انتوا كمان تنضفوها. ويلا بقى نتشجع وننضف اوضه النوم سوا. انا قلت انا طبعا ما صورتش كل حاجه، هي حرفيا كانت تضرب تقلب يعني، بس قلت جيت اشوف تحت السرير كده لقيت فيه حرفيا بلاوي بلاوي. انا اتفاجئت اتصدمت والله، انتوا هتصدموا دلوقتي، بصوا بلاوي. فقلت بقى ايه، اني ابدا تنظيفات قبل رمضان كده، عشان في اخر رمضان كده الم الحاجه يعني تكون الشقه اصلا خلاص نظيفه، تنظيف العميق خلاص نظفناه. خلصت المطبخ ودخلت على اوضه النوم، حرفيا يعني اخدت مني وقت محترم، يوم كامل. مسحتها وظبطت الدنيا، وتحت السراير، ونقلت السرير مكان الكومودينو او التسريحة. بصوا انقلوا ده مكان ده، بجد هتحسوا بتغيير رهيب بجد يعني، عن تجربة. فقوموا انتوا كمان وتشجعوا كده وتنشطوا ونضفوا الدنيا. ابدأوا بحاجة بسيطة، وبعدين حاجة هتلاقيها جرت حاجة، حاجة جابت حاجة. ولو عندكم اي حد يساعدكم بجد ما تبخلوش على نفسكم، وان انتوا يعني تجيبوا اي حد يساعدكم، مش شرط بفلوس. يعني لو اختك او اخت جوزك او اي حد عندك يساعدك، بجد بتبقى بتفرق قوي. ولان الحوار بجد مجهد، لا مجهد يعني. انا خلصت اوضه النوم وبس، فاضل بقى وفرست كمان الدولاب يعني. بصوا انتوا بتفرزوا ايه بقى، لو فيها عندكم ملايات زيادة او فوط زيادة او اي حاجة زيادة، تحطوها تحت السراير في اكياس. انا جبت كيس اللي هو الزبالة كان قوي شوية، وحطيتهم بقى ايه تحت السرير. يعني عندي بقى كان عندي ملايات اطفال وملايات عادية وارواب الشتوية. خلاص الشتا هيروح يعني، وشوية هدوم خروج غالبا هيتطلعوا يعني لله. فافرزوا دايما الهدوم اللي عندكم برضو، وشوفوا ايه اللي خلاص مش هينفع ويطلعوه لله، او اللي مش هينفع يعني، قصدي اللي ينفع يطلع لله يطلع، واللي ما ينفعش حاولوا تتخلصوا منه بأي شكل يعني، عشان ما يكونش فيه كراكيب كتير في البيت وزحمة. والحاجات دي حرفيا بتعمل طاقة سلبية كتير قوي في البيت. وبس كده فرشت بقى السراير، فرشت السجاد ومسحت الأرض. وبصوا الأوضة كانت تحفة بجد حرفيا يعني. وبس كده، اتمنى الفيديو النهارده يكون فاتكم وشجعكم. يلا قوموا ظبطوا الدنيا قبل رمضان عشان نخليه العبادة بس. واكيد انتوا مش هتبخلوا عليا باللايك فضلا،
وما تنسوش التحدي اللي احنا اتفقنا عليه ل1000 مشترك. وكمان استنوا الفيديوهات الجاية، هيبقى عن زينة رمضان. سلام.